ابو بكر المالي استلام بدوران برشاقه، يا ولد يا لعيب، وعمل البينيه عند مجدي عطوه. مجدي عطوه عاوز يلعب ثرو باص، يا ولد يا لعيب، وهوبا عملها عاد عبد المجيد. والله محمد حسيب وهدف الاسبقيه لاصحاب الارض جوه الجول. محمد حسيب، يا سلام على التغييرات، يا سلام على محمد صلاح والدفع بدكه البدلاء. بقول لحضراتكم كلمه السر هتكون في البدلاء. محمد حسيب هدف الاول لنادي الترسانة، عملوها الشواكيش في هدف رائع ما يتنسيش. بص شوف مجدي عطوة، يا سلام عليك ولد، عاملها بينيه ذكيه جدا، وعلى طول محمد حسيب اصطادها الصياد محمد حسيب ويلعبها على طول في المرمى. هنا المهاجم الممتاز خد قرار بامتياز يلعب في المرمى من لمسه واحده قويه بتعلن عن هدف الاسبقيه لاصحاب الارض. هدف لنادي الترسانة، فرحه مفيش كلام. ورئيس النادي الاستاذ حسن فريد فرحه مفيش كلام. ترسانة تتقدم اصحاب الارض، كده يحلو الكلام. كده الاتحاد السكندري ما عندوش حاجه يبكي عليها. الدقيقه 24 اعزائي المشاهدين بتعلن عن الهدف الاول لنادي الترسانة. هنشوف الاتحاد السكندري، هنشوف طه بصري، ادي مجدي عطوة يا ولد المسابقه في الدوري 2008-2009. ثنائي اعتقد هيبقى متفاهم جدا بالتحركات الواعيه الجميله من محمد حسيب والتمريرات المتقنه الذكيه من اللاعب مجدي عطوة. حصل التفاهم وحصل الانسجام بين الثنائي مجدي عطوة ومحمد حسيب. هدف جميل تقدم به الترسانة، والهدف الثاني هدف التعزيز. وادي البينيه مره ثاني من هاني حسن، كانوا قريبين جدا من هدف التعزيز. ادي الكونتر اتاك محمد ناجي، فين انطلاقاتك يا جدو محمد ناجي؟ يقف على الكوره احمد حسام الباك اليمين، يلعبها محمد ناجي، نقل نفسه ممكن يجرب يلعبها وتصطدم وفيها كلام. حكم اللقاء ادى استمرار للعب، توصل عند عبد الرحمن محي، معتز بدوي تطول الكوره محمد صلاح. الراجل بيقول له يعني ما نغلطش في الباص يا جماعه، لازم يبقى فيه توازن دفاعي من نادي الترسانة، في تماسك. هدف التعزيز لنادي الترسانة ولا هدف التعادل للزعيم الاتحاد السكندري؟ هو ده البحث جاري عنه في الدقائق المتبقيه. تشيب باص اماميه، برافو مدحت رمضان، يا سلام يا ولد يا لعيب، عجبني مدحت رمضان. احمد حسام الباك اليمين في محاوله من المرور، راح له حيدر ابو بكر، في كل مكان ابو بكر. مجدي عطوة ابعاد، شريف رشوان حكم الساحه. واحد الترسانة لا شيء للاتحاد السكندري. محمود صبحي استلام تحت ضغط، يلعبها لاحمد حسام، يوزع على الناحيه العكسيه، ممكن عبد الحميد حسن. هو التعادل، هو الزعيم الاتحاد السكندري يرجع للقاء. بقول لحضراتكم التاريخ بيقول كده، ادي الاخضر وادي جمهوره يرجع للقاء مره تاني. 1-1. الله على المتعه، الله على الشوط الثاني، حاجه تانيه خالص. الشوط الثاني رجع الاخضر ورجع جمهوره، مش ممكن جمهور الاتحاد السكندري. بقول لحضراتكم هيحسوا بالمسؤوليه، هيحسوا الاسم الكبير. الاتحاد فريق كبير. عبد الحميد حسن ومتابعه، ادي الرأسيه الاولى وادي المتابعه المثاليه. يا سلام عليك يا خبره يا عبد الحميد يا حسن. ميدو هدف التعادل للاتحاد السكندري. بص يعني الراجل في جرأة وسط المدافعين، مفيش خوف طبعا، الراجل في منتهى القوه. هدف التعادل للاتحاد السكندري. بيدي حكم اللقاء محمد حسيب وعبد الحميد حسن. 1-1. رجع التاريخ زي ما بقول لحضراتكم. هنا التاريخ بيقول في السنوات السابقه هو التعادل الايجابي هو سيد الموقف، لكن لسه في جول، ممكن جدا نشوف جوال. الشوط الثاني شوط مثير، شوط المتعه والتشويق في هذا اللقاء. رائع جدا، برافو الاتحاد، رائع نادي الترسانة اصحاب الارض. اداء في الشوط الثاني مقنع وممتع، مفيش كلام، سواء من الترسانة اصحاب الدار النهارده. مجدي عطوة اضاف الكثير في الشوط الثاني، هو محمد حسيب. الاتحاد السكندري
ضغطوا وقدروا ان هم يعدلوا النتيجة بهدف جميل للاعب الخبرة عبد الحميد حسن. هاني سيد 37 دقيقة. ابراهيم بقناسي. الترسانة اصحاب الارض هيحاولوا طبعا مفيش كلام. عائد عبد المجيد جانبية عند هاني حسن، 1 ضد 1، عنده القدرة ان هو يفوت. محمد ويوزع القائم البعيد، مفيش تواجد خالص هجومي. تمشي الكورة زي ما حضراتكم شفتوا كده وتبقى رمية تماس. اوت. عبد الحميد حسن الخبرة، لاعب بيراهن عليه الكابتن طه بصري في كل المواقف الصعبة. وادي جمهور الاخضر طبعا عاشق الاخضر للاتحاد السكندري، في كل مكان هتلاقي جمهور الاخضر وراه. عشاق طبعا مدينة الاسكندرية، المدينة الساحلية، المدينة الرائعة، وعشاق الاخضر موجودين طبعا ومساندة جماهيرية، حب مفيش كلام. الترسانة تقدموا بهدف لمحمد حسيب بتمريرة مثالية كانت ذكية جدا، عملت انفراد ورجع عبد الحميد حسن والهدفين للاثنين المهاجمين. الشوط الثاني فعالية هجومية واداء فني راقي جدا، ونقول يرتقي لمستوى اللقاء ولاسم الناديين الكبيرين مفيش كلام، ترسانة والاتحاد السكندري. الاسبوع الرابع 1-1، مفيش حد احسن من حد. تقدم اصحاب الارض، رجع للقاء الضيوف للاتحاد السكندري. تمشي كرة توصل عبد الرحمن محي امامية، ادي الاستلام بالمهارة عائد عبد المجيد. هاني حسن ممكن يوزع، عنده فرصة، خد قرار المراوغة، هيقدر يلعب العرضية وممكن ابو بكر المالي هيقدر. ابو بكر والله فيها كلام، يعني كان الراجل في حلق المرمى. وادي الكونتر اتاك، وادي المخالفة موجودة، وهنشوف مع حضراتكم بدأت المباراة بلغة الكورة تتكهرب كده وتبقى فيها سخونة مفيش كلام. رائع جدا الشوط الثاني، روعة الترسانة في الشوط الثاني، اروع نادي الاتحاد السكندري في الرجوع للقاء. برافو طه بصري، برافو محمد صلاح. مواجهة فنية بصبغة زملكاوية طبعا، الاثنين من ابناء نادي الزمالك، كابتن طه بصري وايضا محمد صلاح. مواجهة وصلنا للدقيقة 40. سبحان الله، يعني مكتوب وموصوف التعادل الايجابي 1-1 من الموسم الماضي، نفس النتيجة الايجابية بهدف لكل فريق. تمشي الكورة وتبقى فاول لنادي الترسانة. معتز بدوي، تمرير، محاولة ال1-2 توصل عند مرة تاني مجدي عطوة، يمارس هوايته بمهارة، يوزع. ضغطوا دلوقتي نادي الاتحاد السكندري في نص الملعب، يا ولد ده لعيب محمد ناجي. مجدي عطوة قطع باص يرجع لليبرو مدحت رمضان. الشوط الثاني ما بيزيدش مدحت رمضان، ملتزم دفاعيا بتعليمات من محمد صلاح. مجدي عطوة اتعمل 1-2، محمود صبحي